محافظة عليك يا ولدي. أنا مستغرب من القرار اللي أنت خدته ده. قرار إيه؟ عزت بيه قال لي إنك كتبت طلب للتضامن إنك عايز تاخد الواد ابن البت اللي اتقتلت دي وتربيه عندك في البيت. طب وإيه الغريب فيك ده؟ وبعدين دي الحاجة الوحيدة اللي هتريح ضميري تجاه تقصيري مع أمه. هتريح ضميرك بس هتجيب لك مشاكل كتير. عمر الخير ما يجي من وراه مشاكل يا زياد. اوعى تكون اتجنيت وهتكتب الواد ده باسمك. اللي أنت بتقوله ده التبني حرام وغير قانوني. يخالف شرع ربنا ويخالف القانون. كل الحكاية إني أتكفل بتربيته عندي في البيت وبس. سمحوا لي إن أختار له هو اسم. وهتسميه إيه؟ هسميه صالح. على اسم أبوك؟ لا، على اسم صالح سليم. هو نتيجة التحليل بالنسبة لك انت مفيش ما يمنع ان انت تخلفي. اما بالنسبة ليك انت يا زين فانت راجل مؤمن وموحد بالله، ونتيجة التحليل بتاعتك بتقول انك استحالة تقدر تخلف، واكيد ربنا ليه حكمة في كده. انت كده اتأخرتي يا هند. انا فعلا اتأخرت قوي النهارده. ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه؟ في مذيعة مشهورة وعندها برنامج مهم كل البلد بتسمعها، تخرج من بيتها لابسة تريننج شوت. ادهم، انت ليه محسسني ان البلد كلها بتشوفني مش بتسمعني؟ يا ادهم انا بشتغل مذيعة راديو، يعني ممكن اروح البرنامج بتاعي وانا لابسة بيجامة عادي جدا. طب انت هتعملي ايه بعد ما تخلصي؟ ممكن اخد شيكو ونروح نفطر في ليفت بانك وبعد كده هرجع البيت. شيكو ده اللي معاكي في البرنامج؟ اه. وده ينفع؟ وفيها ايه يعني؟ فيها ان انت دلوقتي ست متجوزة، يعني ما ينفعش تقعدي مع راجل لوحدك في اي حتة. على فكرة حصل نفس الموقف اول ما اتجوزنا وانا اخدت رأي مامي وهي قالت لي عادي مفيش مشكلة. مامي؟ ايه دخل مامي بينا دلوقتي؟ انت متجوزاني ولا متجوزة مامي؟ من فضلك يا ادهم اتكلم عن مامي باسلوب احسن من كده شوية ممكن؟ هند الله يخليكي، انا عندي شغل كتير في الموقع النهارده ومش عايز اروح وانا مودي وحش. اوفر قوي بصراحة. مش اوفر، انت اللي مش راضيه تقتنعي ان انت ما بقيتيش سنجل. المفروض اكذب واخبي عليك مش كده؟ كدب مش اوبشن اصلا. انت من بيت محترم، والبنات اللي خارجه من بيوت محترمه ما بتكدبش على جوازاتها. انت كل يوم في الفيلم ده، انت ما بتزهقش. انا اتخنقت، انت بقيت مش طبيعي. انا اللي مش طبيعي؟ انت اللي مش راضيه تقتنعي ان انت حياتك اتغيرت وبقيتي متجوزه وعندك بنت ومسؤوليات. لا كده كتير عليا، انا مش قادره اكمل. مع السلامه. يا هند خلاص بقى، هند. باي. وبالطريقه اللي اتضربنا بيها النهارده على الدلتا نبقى قادرين ننفذ اي مهمه نتكلم فيها باذن الله. تمام يا رجاله؟ تمام يا فندم. بعد اذن سيادتك يا فندم. في ايه يا ابني؟ سيادة قائد الكتيبه طالب سيادتك في مكتبه يا فندم. اتفضل وانا هاجي. ايوه عمر يا فندم. اتفضل. كمل انت مع الرجاله. تمام. نروح نشوف الموضوع ده واجيله. ماشي. تمام يا فندم. ازيك يا منصور؟ الحمد لله تمام يا فندم. في تكليف جنة من القيادة العامة للقوات المسلحة لوحدات المظلات لدعم أعمال قتال قواتنا في شمال سيناء وتنفيذ عمليات نوعية ضد الجماعات الإرهابية هناك. الله أكبر الله أكبر. أخيرا يا فندم. عشان كده أنا رشحتك أنت للمهمة ديت. سيادتك عارف إن أنا دايما جاهز وطول عمري نفسي أخدم في سيناء. وفر حماسك وطاقتك للعملية. تمام يا فندم. بالتوفيق يا منصور. ايه المسخرة دي؟ بيت الجناوي زاد راجع. سمي الله يا أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عيني عليك يا ولدي. ذنبه ايه يتيتم بدري؟ ذنبه ايه العيل ده يبقى مصيره كده؟ مصيره يبقى زي الفل يا أمه. ده اتربى في بيت الجناوي وانا عارف انك هتراعي ربنا فيه. ده انك طيب يا ولدي. برضه عملت اللي في دماغك يا زين؟ خلاص بقى امر واقع. اتكلمنا في الموضوع ده بدل مرة ألف يا فيروز. ايوه بس ما كنتش متخيله انك هتعمل كده بالسرعه دي. فيروز بتتكلم صح. وايه يا زين؟ كتبت على اسمك؟ استغفر الله العظيم. أنا عمري ما أعمل حاجة تغضب ربنا.
انا ما تبنيتوش، انا اخترت له اسمه بس، سميته صالح يا أم. على اسم ابويا زين؟ ولو بيد اسمي اي طفل هيتولد في البلد دي صالح على اسم ابوك. ربنا يخليك يا ولدي ويبارك في عمرك وفيك ويرزقك بالذرية الصالحة زي ما خليت اسم صالح يتقال في بيته كأنه ما ماتش. وهم دلوقتي هم عايزين واحدة بترضع في البلد عشان ترضعه. شوف كأنه جعان. فرحانة بنتي يا فرحانة. نعم يا ست. تعالي هنا. عايزاكي تشوفي واحدة لسه والدة جديد تكون صحتها كويسة عشان ترضع صالح. من عيني يا ست. صالح تصبحوا على خير. وانت من أهل الخير. انا ما بقيتش فاهم حاجه. تصبح على خير. وانت من أهل الخير. شفت حلو كيف يا ولدي؟ ربنا يخليك ويبارك فيك يا ولدي. الحمد لله يا أم. تصبح على خير. وانت من أهل الخير يا ولد الخير. والله بجد؟ هنروح لهم ولا لا؟ يا مخرجي لوحدنا دول نروح لهم. اوبا باري، ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتيني، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ هاي. انت ايه مختفيه فين؟ انت اللي اختفيت بعد الجواز، انا موجوده. كلميني تجديني، ما انت معاكي نمرتي. ديل. يلا ونشتغل مع بعض تاني كمان. باي، انجوي يور نايت. باي باي. مين دي؟ ايه؟ مين دي؟ واحده صاحبتي من زمان، شغاله موديل معايا في كذا اعلان وكده، وكلاينتس بيحبوها قوي، شاطره. انت اي واحده كده تعرفها من زمان وتقعد تبوس وتحضن فيها كده عادي؟ ايه عاليه في فصلان ده؟ هو كل خروجه بفيلم؟ لا، انا ما بعملش افلام على فكره خالص. الافلام دي انت اللي بتعملها كويس قوي. وبعدين لو ده اللي كان بيحصل من قدامك، الله اعلم ايه اللي بيحصل من ورايا. لا يا عاليه، اللي بيحصل من وراكي هو اللي بيحصل من قدامك. لا يا شيخ. عاليه، اي واحد متجوز عايز يخون مراته في اي وقت في اي حته هيخونها ومش هتعرف. مش معقوله كل يوم تطلعي لي بسيناريو في دماغك وتصدقيه وتطلعيه عليا انا. يعني انا سايب شغلي وجاي عشان نتنيل نتفسح مع بعض ونتبسط، وفي الاخر انت تيجي تنكدي عليا زي كل مره. انا بنكد عليك؟ طب خلاص يا حبيبي، طالما انا لا مش هوطي صوتي، اسمعني. ما تخرج مع اصحابك اللي بتتبسط معاهم، ولا اقول لك ما تروح تقعد معاها. لو انا بيروح اقعد معاها. انت لو سمحت. انا اصلا عايزه اريح. انت مين يا اما اللي قالك الكلام ده؟ البت سكينة. احنا مش متفقين معاها ان مفيش خلفه من المره دي. العوام. اصل انا زهقت فقلت ننزلوا نتسامروا مع بعضينا. ممكن تهملينا شويه؟ عاوز اقعد انا وامي نتكلموا كلمتين. وماله يا حبيبي؟ اتكلموا براحتكم. غوري جاك عقرب تلوشك. اسمعني يا ولدي، ابوك ملوش امان، ما بيسمعش الا نفسه. عشان كده عايزك تأمن روحك، تلمي فلوس كتير من ورا ابوك على قد ما تقدر. ده بيحصل يا اما. موضوع الخلفه ده مش هيحصل طول ما انا عايش. المحضر مش هتقفل ضد مجهول يا زياد. يعني هتفضل فاتحه كده؟ ما خلاص كل اللي في ايدينا عملناه. بقول لك من يوم ما اتقتلت وانا ما بنامش. احساس اني كنت اقدر انقذها ما بينامنيش. يا عم عمرها كده، احنا عملنا اللي علينا وحاولنا نوصل للبنت دي بكل الطرق وما عرفناش. هنعمل ايه تاني يا زين؟ حاسس ان هوصل لحاجه. عندك ده اللي هيودينا في 60 داهيه. باشا. خير يا رضا؟ سيد السبع يا باشا. سيد السبع ده مسجل خطر في الجنة يا زياد، اسمع عنه من وانا في الاعداديه. ماله سيد السبع ده لسه عايش؟ عايش وفاجر ومزودها جوه يا باشا. في ست مسكينه عماله تبكي تحت، خاطب بنتها وعايز يجوزها بالعافيه. ده بينيم البلد كلها من المغرب وعمال ياخد قطاوه من الصغير قبل الكبير. الكلام ده كنا بنسمعه في الحواديت واحنا صغيرين. الكلام ده بيحصل النهارده وفي جنة، وربنا لا ينزله سيد السبع ده واعرف ان كان سبع ولا قطه. جاب لك راح كتير يا باشا، النص ما رجعش والنص راجع ايد ورا وايد قدام. نص سلاح ليبيا عنده يا باشا، ورجالته محاوطه المكان كله. ده عنده احكام 180 سنه غير 7 اعدام. انت بتخوفنا والله يا رضا. العفو يا باشا. طب ورحمه ابويا يا سيد السبع في كده.